السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا سنة أولى. إيه الأخبار؟ كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله النهاردة الجزء الثاني من مراجعة شهر أكتوبر. يلا بينا. بسم الله. أول سؤال بيقول لي اوجد قيمة المقدار 4x زائد 3x ناقص 5x إذا كانت قيمة x يساوي 2. طيب بسيطة. تعال نبسط المقدار ده. 4 إكسات لو جمعنا عليهم 3 إكسات يبقوا 7 إكسات. 7 إكسات لما ننقص منهم 5 إكسات يتفضل 2 إكس، يبقى المقدار هيساوي 2 إكس. طيب بقول لك إن قيمة الإكس بتساوي 2، الإكس بتساوي 2. حلو، عايز أقول لك على حاجة. في الحتة ده أهي علامة في، يعني دي بتتقرا 2 إكس لكن هي 2 في إكس. دي معناها إيه؟ 2 في إكس، 2 في الاكس دي قيمتها كام؟ قيمتها 2، يبقى 2 في بدل الاكس 2 و2 في 2 ب4، يبقى المقدار بيساوي 4. ندخل على اللي بعده. بيقول لي اجمع المقدارين ده وده. اجمع لي المقدارين ده اهو وده اهو، وبعد ما تجمعهم اوجد القيم العدديه للناتج اما تكون الاي ب2 والبي ب1 بعد ما نجمعهم. قالوا ربنا يسهل. اولا انا هعمل ايه؟ هجمع المقدارين. بص يا سيدي، علشان اجمع المقدارين احطهم جنب بعض وبينهم زائد بس. يبقى انا اقول له 3 ايه ناقص 2 بي زائد، احط ده اهو وده اهو وبينهم زائد، بينهم زائد اهو 2 ايه زائد 5 بي. بس اما تيجي تجمع اجمع الايه مع الايه والبي مع البي، اجمع المتشابه مع بعض. يعني مثلا 3 ايه اخدها مع 2 ايه، 3 ايه زودنا لهم 2 ايه يبقى كده 5 ايه. طيب جوز كفار دخل عليهم 5 مسلمين، مين اللي يكسب؟ ال5 المسلمين يكسبوا بزياده كام؟ 3. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ موجب 3 بقى. حلو الكلام كده. ايه انا جمعتهم كده، انا جمعت المقداري. كمل بقى. بقول لك اوجد الناتج اما تكون الاي ب2 والبي ب1. الاي ب2 والبي ب1. لسه قايل لك ان في نوع علامه فيه، يعني دي كده 5 في ايه اسم الله عليه. الايه بكام؟ ب2، يعني 5 في 2 زائد، لسه قايل لك ان في نوع 3 وجنبها علامه فيه. 3 في بي كامل بي ب1. 5 في 2 ب10، و3 في الواحد ب3، ف10 زائد ال3 13. ندخل على اللي بعده. ركز لي قوي في كلمة اطرح. ركز قوي في كلمة اطرح. اطرح دي من دي. بص شفت كلمة من اللي بعدها ده هو اللي يتكتب الاول. يعني لما اقول لك اطرح 2 من 5 تقوم جاي كاتب 5 الاول ناقص 2. خلاص. اطرح دي من دي يبقى دي تتكتب الاول 4 اكس زائد 2 واي. اجمع ولا اطرح؟ بس الطرح ليه خاصيه مهمه ركز فيها. احط ناقص يعني بيقول لك لما تيجي تطرح تحط دي بعدها صح، الناقص تعكس دي، الناقص تعكس دي. يلا اعكس الاشارات. يعني بدل ما هي 2 اكس خليها سالب 2 اكس، بدل ما هي سالب 3 واي خليها موجب 3 واي. وبعدين تعالى بقى ناخد المتشابه. 4 اكسات نقصنا جزء اكسات، اتفضل جزء اكسات. جزء وايات زودنا 3 وايات يبقى 5 وايات. طيب يبقى انا كده طرحت وخلصت. كمان مره هعيدها لك وركز. بيقول لي اطرح دي من دي، قلنا دي اللي هتتكتب الاول. اكتب 4 اكس زائد 2 واي. لما يقول لي اطرح اعكس الاشارات من الاخر، اعكس الاشارات. بدل ما هي 2 اكس تبقى سالب 2 اكس، بدل ما هي سالب 3 واي تبقى موجب 3 واي. خد الاكس مع الاكس كده 4 اكس نقص منهم 2 اكس يتفضل 2 اكس. 2 واي زود عليهم 3 واي يبقوا 5 واي. خش على اللي بعده. بيقول لك اكتب المقادير الجبريه في ابسط صوره. تعال نبسطها. 7 امات
زود عليهم 7 امات يبقوا كام؟ 14 ام. في ان غير دي، دور كده هل في ان غيرها؟ لا خلاص سيبها زي ما هي. في رقم غير الواحد؟ لا خلاص سيبه زي ما هو. واحد يقول يا استاذ 14 نقص منهم 2، لا ده دي 14 ام ودي نقص منها 2 ان، ما ينفعش الام يتنقص منه ان، لا لانهم مختلفين عن بعض. فكده انا خلصت، سيبها زي ما هي. يعني لو قلت لك اعمل لي دي 12 اكس زائد 10 واي ناقص 2 اكس زائد 5 اكس زائد 3 واي ناقص 6، تعرف تبسطها؟ هاخد الاكس مع الاكس مع الاكس، 12 اكسايه نقص منهم جزء اكسات، اتفضل 10 اكسات. 10 اكسات زود عليهم 5 اكسات يبقوا 15 اكسايه. 10 وايات زود عليهم 3 وايات يبقوا 13 وايايه، والرقم ده يتحط زي ما هو لان مفيش غيره. ندخل على اللي بعده. بيقول لك اذا كانت 15 على بي يساوي 10 على 60 فما قيمه بي. هو مين اللي قصاد البي؟ ال10، يبقى ال10 هتتحط تحت وفوق 15 في 60. واحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة هيطلع الإجابة معاك 90. اوجد قيمة واي. طيب مين اللي قصاد الواي؟ التلاتة، يبقى التلاتة تتحط تحت وفوق 4 في 15. في آلة حاسبة احسب الكلام ده يطلع 20. بيقول لك اوجد قيمة ايه؟ مين اللي قصاد الايه؟ التلاتة، يبقى التلاتة تتحط تحت وفوق 5 في 6. في آلة حاسبة احسب يطلع 10. بيقول لك اوجد قيمة ايه؟ مين اللي قصاد الايه؟ الأربعة، يبقى الأربعة تتحط فوق تحت وفوق 3 في 20. في آلة حاسبة هيطلع الإجابة 15. مين اللي قصاد الايه؟ الخمسة، يبقى الخمسة هتتحط تحت وفوق 2 في 15. آلة الحاسبة هيطلع 6. طلع 6 يبقى الايه ب6. بس هو مش عاوز ايه، ده بيقول لك فما قيمة ايه زود عليها 4. يعني شايف الايه بعد ما تجيبها زود عليها 4، زود على دي 4 يبقى 6 زائد 4 فالإجابة كام؟ 10. ندخل على اللي بعده. يقول لك إذا كانت النسبة بين عددين 2 إلى 3 والفرق بينهما 10. عارف الفرق بينهما يعني نطرح، فرق يعني اطرح، مجموع يعني اجمع، فرق يعني اطرح. يعني اكتب 3 إلى 2. العشرة دي بتاعت التلاتة ولا الاتنين ولا الفرق بينهم؟ الفرق يعني اطرحهم. 3 ناقص 2 1، وحط تحت الواحد 10. حط هنا اكس وهنا هو واي. عايزين الاكس مين قصادها الواحد يتحط تحت وفوق 2 في 10. عايزين الواي مين قصادها الواحد يتحط تحت وفوق 3 في 10. ده هتطلع 20 وده هتطلع 30 بالآلة الحاسبة. يبقى الإجابة كام وكام؟ 20 و30 أهي. بقول لك إذا كانت 2 و3 وإكس و6 متناسب، فاكر كنا بنعمل إيه؟ 2 على 3 وإكس على 6. مين قصاد الإكس؟ 3 تتحط تحت وفوق 2 في 6. آلة الحاسبة يطلع الإجابة 4. بيقول لي إذا كان الطول في الرسم 3 سم والطول الحقيقي 18 متر فما هو مقياس الرسم؟ اوعى تكون نسيت إن من كيلو متر لمتر 3 أصفار، من متر لدي سي 0، من دي سي لسنتي 0، من سنتي لملي 0. المهم هو عاوز إيه؟ مقياس الرسم. طب مقياس الرسم كان بيساوي إيه؟ كان بيساوي الطول في الرسم على الطول الايه؟ الحقيقي. في الرسم على الحقيقي، هو اللي في الرسم كان ايه؟ 3 سم والحقيقي كان ايه؟ 18 متر. طب بذمتك ينفع دي تبقى سنتي ودي تبقى متر؟ لا، سيب الصغيرة زي ما هي. خلي المتر يبقى سنتي، خلي المتر يبقى سنتي، من متر لسنتي ازود صفرين واخلي المتر يبقى سنتي. واحسب 3 على 1800 يطلع لك 1 على 600. آلة حاسبة يطلع لك ايه؟ 1 على 600. دور في الاختيارات هتلاقي 1 إلى 600. ندخل على اللي بعدها. أنا بس هجيب دول بس كده معايا عشان هحتاج لهم أهم. يلا.
إذا كان الطول في الرسم 2 سم والطول الحقيقي 6 متر فما مقياس الرسم؟ قلت لك مرة مقياس الرسم بيساوي إيه؟ طول في الرسم على الطول الحقيقي. الطول في الرسم كان كام؟ 2 سم والحقيقي 6 متر. ما ينفعش دي تبقى سم ودي تبقى متر، سيب الصغير زي ما هو، خلي المتر يبقى سم، خلي المتر يبقى سم، خلي المتر يبقى سم يبقى تزود صفرين، وخلي المتر ده يبقى سم. 2 على 600 احسبها بالآلة الحاسبة يطلع لك 1 على 300، يبقى الإجابة باء 1 إلى 300. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان مقياس الرسم 1 إلى 1000 والطول في الرسم 2.5 سم فما هو الطول الحقيقي؟ بسيط. هنعمل إيه يا أستاذ؟ هقول له بص 1 إلى 1000 أهي، وأنت اديتني الطول اللي في الرسم بيتحط فوق ولا تحت؟ فوق الطول في الرسم 2.5 سم، وتحت اكس، اكس ايه؟ سنتي. مين قصاد الاكس؟ 1 يتحط تحت وفوق 2.5 في 1000. آلة الحاسبة طلع 2500. 2500 ايه؟ سنتي. بس الاختيارات بالمتر صح؟ انا جايبها بالسنتي، خلاص خلي السنتي يبقى متر، خلي السنتي يبقى متر، اصحى بقى كده، خلي السنتي يبقى متر. ازود ولا اشيل؟ اشيل كام صفر؟ صفرين، يبقى روح شيل لي من دول صفرين، يبقى الاجابه 25 متر اللي هي باء ده. بقول لك اذا كان الطول في الرسم 8 سم والحقيقي 32 متر فما مقياس الرسم؟ مقياس الرسم بيساوي ايه؟ الطول في الرسم على الطول الحقيقي. سيب السنتي بس خلي المتر يبقى سنتي، خلي المتر يبقى سنتي، خلي المتر يبقى سنتي، المتر يبقى سنتي، من متر لسنتي بزود صفرين، خلي المتر ده يبقى سنتي. 8 على 3200 يطلع 1 على يا سيدي 400، 1 على 400. آلة حاسبة، احسبها بالآلة الحاسبة يبقى تلاقي الإجابة 1 إلى 400. بيقول لك مقياس الرسم 1 إلى 5000 يعني أن كل 1 سم على الخريطة يمثل إيه؟ اكتب 1 على 5000. السنتي ده فين؟ على الخريطة. خريطة ده يعني رسم ولا حقيقي؟ رسم، والرسم بيتحط فوق ولا تحت؟ فوق، يبقى فوق 1 سم وتحت اكس، اكس ايه؟ سنتي. مين قصاد الاكس؟ 1، يبقى الواحد يتحط تحت وفوق 1 في 5000. آلة حاسبة طلع 5000. 5000 ايه؟ سنتي. 5000 ايه؟ سنتي. هل هنا في 5000 سنتي ولا الإجابات بالمتر؟ بالمتر، الإجابات بالمتر. خلاص خلي السنتي يبقى متر، خلي السنتي يبقى متر، سميها امسح العك كده، خلي السنتي يبقى متر، خلي السنتي يبقى متر. من سنتي لمتر هشيل صفرين، يلا روح شيل صفرين، يبقى الإجابة هنشيل من دول صفرين ونخلي السنتي يبقى متر، يبقى الإجابة 50 متر أهي. طب يلا نكمل. إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة هي 3.5 فما هي المسافة الحقيقة بينهما؟ سهلة خالص. بص يا عم، بص يا سيدي، 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي، هو ده سنتي 2 3 سنتي. طيب واحد يقول لي طب ايه 30 60 90؟ بص يا سيدي، كل 1 سنتي، كل واحد ايه؟ سنتي قصاده 30، حتى بص 30 30 و30 60 وكمان 30 90 وكمان 30 120، كل 1 سنتي قدامه 30 ايه؟ كيلو. قدامه 30 ايه؟ كيلو. كل 1 سنتي عليه 30 كيلو. طيب كمان شرط، دي 3.5 سنتي هتتحط فوق، سنتي جنب السنتي يبقى كيلو جنب الكيلو، يبقى اكتب ان هو اكس كيلو. مين اللي قصاد الاكس؟ الواحد يتحط تحت وفوق 3.5 في 30، وتحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة هيطلع معاك 105. كمان مرة، في ناس ما فهمتش كمان مرة. هتعمل شرطتين، دي 1 سم 2، بص أي شرطة من دول بواحد، وبعدين كمل بقى. الواحد ده معاه كام؟ معاه 30 كيلو. ما بص، من 0 ل 30 30، من 30 ل 60 30، من 60 ل 90 30، يبقى معاه 30 كيلو. حلو حلو. هو بيسألك على 3.5 سم، السنتي دي حطها فوق مع السنتي،
وتحت اكس، بس اكس ايه؟ كيلو. مين قصد الاكس؟ الواحد يتحط تحت وفوق 3.5 في 30. الآلة الحاسبة تطلع لك الإجابة 105. إذا قسم مبلغ 180 جنيه بين شخصين بنسبة 2:1. بسيطة، 2:1. سؤال، هي ال 180 جنيه دي بتاعت الأول ولا التاني ولا على بعض؟ على بعض، يبقى اجمع. اجمع 2 1 3، حط تحت التلاتة 180 جنيه وهنا اكس وهنا واي. عايز الاكس مين قصدها؟ 3 تتحط تحت. عايز الواي مين قصدها؟ 3 تتحط تحت. لو عايز الاكس 1 في 180، عايز الواي 2 في 180. آلة حاسبة يطلع 60 جنيه، آلة حاسبة يطلع 120 جنيه. هو بيقول لي فما هو نصيب الأصغر؟ الصغير 60 جنيه. لتقسيم قطعة سلك طولها 36 سم بنسبة 3:2:1. سؤال صغير. قطعة السلك دي لما نقسمها، عندنا سلك هنقسمه حتت. لما اقسمها، هي التلاتة دي ولا الاتنين ولا الواحد؟ لا، ده كلهم على بعض. السلك مش بتاع الحتة دي ولا دي ولا دي، السلك بتاعهم كلهم. يبقى هجمعهم كلهم، 3 و2 5 و1 6، واحط تحت الستة كام؟ طول السلك كله. وهنا اكس وهنا واي وهنا زد. يلا، مين قصاد الاكس؟ 6. مين قصاد الواي؟ 6. مين قصاد الزد؟ 6. لو عاوز الاكس 1 في 36، آلة حاسبة يطلع 6. لو عاوز الواي 2 في 36، آلة حاسبة يطلع 12. لو عايز الزد 3 في 36، آلة حاسبة يطلع 18. هو عاوز ايه؟ طول اكبر قطعة اللي هي طلعت 6 ولا 12 ولا 18؟ 18. يبقى الإجابة 18. تم تقسيم قطعة أرض مساحتها 63 فدان بين شخصين بنسبة 4:5، فأي مما يأتي نصيب أحدهما بالفدان؟ بسيط، هنكتب 4:5. عندي سؤال بقى كده، هو ال 63 فدان دول بتوع الأول ولا التاني ولا على بعض؟ على بعض، وطالما هم على بعض يبقى هجمع 4 و5 9، وتحت التسعة 63، وهنا إكس وهنا واي. مين قصاد الإكس؟ 9. مين قصاد الواي؟ 9. لو عاوز الاكس يبقى 5 في 63. طب لو عايز الواي 4 في 63. هيطلع ان هو 35. هيطلع ان هو 28. هو بيقول لي فما هو نصيب احدهما؟ يا اما 35 يا اما 28. يبقى الاجابه كام؟ 28. طب يلا، قسم مبلغ 270 جنيه بين 3 اشخاص بنسبة 2:3:4. عندي سؤال، هي ال 270 جنيه بتاعت الأول ولا التاني ولا التالت ولا على بعض؟ على بعض، يبقى هجمع دول. 2 و3 5، 5 و4 9، وأحط تحت التسعة ال 270 جنيه. وأنا هو إكس وأنا هو واي وأنا هو زد. مين قصاد الإكس؟ 9. مين قصاد الواي؟ 9. مين قصاد الزد؟ 9. لو عايز الإكس 4 في 270، عايز الواي 3 في 270، عايز الزد 2 في 270. طيب نحسب. يا سيدي هيطلع 120، يا سيدي هيطلع 90، يا سيدي هيطلع 60. هو عاوز ايه؟ احسبها طبعا انت بالآلة الحاسبة، احسب كل ده بالآلة الحاسبة. فإن الفرق بين أكبر وأصغر نصيب. أولا الفرق يعني اطرح. فرق يعني ايه؟ اطرح. كلمة فرق اللي بيتكلم عليها ده اطرح. اطرح أكبر واحد وأصغر واحد. اطرح أكبر واحد وأصغر واحد. 120 ناقص 60 يطلع 60. يبقى الإجابة كام؟ 60. بقول لك إذا كان سعر منتج بعد خصم 25%، بعد خصم. أول لما يقول بعد خصم يبقى شقلب. المهم خليك معايا، بعد ما خصم 25% هو 180 جنيه، فإن السعر الأصلي كان كام؟ أقول لك يا سيدي، هو في هنا كام؟ 100. خصم منهم كام؟ 25. اتفضل كام؟ 75 على 100. شقلبها بقى. اشقلبها ليه؟ لان هو اداني السعر بعد الخصم. تاني، لان هو اداني السعر بعد الايه؟ اول لما يقول بعد الخصم يبقى شقلب. واحده واحده. في هنا كام؟ في هنا 100. اخصم منهم 25 كده، اتفضل 75%، يعني 75 على 100. شقلبها بقى، يبقى 100 على 75. يبقى الاجابه 100 على 75 في كام؟ في 180. في آلة حاسبة
احسب تطلع الإجابة 240. ندخل على السؤال اللي بعده، بيقول لي النسبة المئوية ل 30 من 150 هي نقط. ركز بقى معايا. السؤال ده ليه حلول كتير قوي، أسهلها وأحسن واحد فيهم من وجهة نظري اللي هقول لك عليه. هو بيقول لك ال 30 دي كام في المية من ال 150؟ الرقم الكبير حط تحته 100. الكبير حط تحته كام؟ 100. والرقم الصغير حط تحته اكس. يلا هات الاكس. من قصاد الاكس 150 تتحط تحت وفوق 30 في 100. واحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة، هيطلع معاك. انت احسب بالآلة الحاسبة مالكش دعوة بيا. 30 في 10 ب 300، 300 على 15 فعل 20. يبقى الإجابة 20%. طب كمان مرة. اعمل شرطتين كسر. اما اقول لك 30 هي كام في المية من 150 النسبة المئوية؟ شرطتين. الرقم الكبير حط تحته 100 والصغير حط تحته اكس. هات الاكس. مين قصاد الاكس؟ 150 تتحط تحت وفوق 30%. واحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة طلعت 20. يبقى الإجابة 20%. ندخل على السؤال اللي بعده، بيقول لي إذا انخفض سعر سلعة من 1500 جنيه إلى 1200 جنيه فما هي نسبة التخفيض؟ زي اللي فات بالظبط. هتعمل شرطتين كسر وركز في ده سؤال حلو. السؤال ده سؤال كويس وركز. الرقم الكبير تحته 100. الرقم الصغير تحته اكس. هات الاكس. مين تحت 1500 عشان الاكس قصاد 1500 وفوق 1200 في 100. واحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة. فات 80. فات 80. طلعت الإجابة كام؟ انت احسب الكلام ده بالآلة الحاسبة. طلعت الإجابة كام؟ 80. ما اختارش 80. ليه يا أستاذ؟ هو كان في هنا كام دايما؟ 100. بقت كام؟ بقت 80. يبقى الخصم كام؟ 20. يبقى هو فعلا خصم 20. طب كمان مرة. كمان مرة يا سيدي. هعمل شرطتين كسر اهو. الرقم الكبير ده الأصلي ده 100 والصغير يا ترى كام؟ مين قصاد الاكس؟ 1500 تتحط تحت وفوق 1200 في 100. آلة الحاسبة طلع 80. هل اخترت؟ اصلا ما فيش 80 في الاختيارات، في هنا 100. كده بقت 80. يعني كده الخصم كام؟ 20%. بقول لك اذا كانت اكس تنتمي. اكس تنتمي يعني الاكس جوه. الاكس دي يا اما 8 يا اما 2 يا اما 5. الاكس ده يا اما 8 يا اما 2 يا اما 5. يبقى الاكس لا يمكن ان تساوي كام؟ 3. لان الاكس دي يا اما 8 يا اما 2 يا اما 5. شو بقول لك الاكس تنتمي؟ يبقى الاكس حاجه من دول. بقول لك ده بيساوي ده. بيساوي بيساوي. يبقى الواحد هو الواحد. هل التلاتة هي السبعة؟ لا، التلاتة هي الواي. يبقى الاكس هي السبعة. تاني كده شوف انا بعمل ايه. تاني. الواحد هو الواحد. هي التلاتة قد السبعة؟ لا، يبقى التلاتة قد الواي. الواي بتلاتة والاكس بسبعة. هو عاوز اكس ناقص واي. اكس ناقص واي يعني 7 ناقص 3 4. يبقى الإجابة 4. بيقول لك الاكس لا تنتمي، يعني الاكس مش جوه. يبقى الاكس مش 1 ولا 3 ولا 4. الاكس مش 1 ولا 3 ولا 4. يبقى الاكس كام؟ 5. فإن اكس يمكن أن تساوي كام؟ 5. ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال ده متشخبط عليه. طب معلش بقى حله تاني، هو متشخبط عليه بس. بيقول لك دي يساوي. تمام، يساوي. يبقى الستة هي الستة والتلاتة هي التلاتة. هل السبعة هي الخمسة؟ لأ، يبقى السبعة هي الواي والإكس هو الخمسة. هو عايز واي ناقص إكس. واي ناقص إكس يعني 7 ناقص 5 ب2. السؤال ده سؤال ممتاز. السبعة تنتمي يعني السبعة جوه. دي مش 7 ولا دي 7 ولا دي 7، بس أنا أقدر أخليها 7. أحط ناو كام عشان تبقى 7؟ أحط ناو 5. اشمعنى 5؟ عشان 5 زائد 2 7. يبقى الإكس ده يتحط مكانها كام؟ 5. يبقى الإكس ب5. طب جاوب دي كده. 10 ينتمي لإكس زائد 1
وتلاتة وستة. يبقى الإكس ده بكام؟ ال10 تنتمي عن ال10 جوه، دي مش 10 ولا دي 10، يبقى أكيد دي هنخليها 10. إزاي أخلي دي 10؟ أحط هنا 9. اشمعنى؟ عشان 9 زائد 1 10. يبقى بدل الإكس ده 9. دي يساوي الستة هي الستة، التلاتة هي التلاتة، السبعة هل هي الخمسة؟ لأ، يبقى السبعة هي البي، والإيه ب5. هو عاوز A زائد B. A زائد B يبقى 5 زائد 7 12. دي يساوي التلاتة هي التلاتة، هي الاتنين هي الأربعة؟ لأ، الاتنين مش الأربعة، يبقى الاتنين هي الإكس، والواي هي الأربعة. هو عاوز إكس زائد واي، معلش هي مكتوبة تحت إكس زائد واي. إكس زائد واي يعني 2 و4 6. الفاي جزء من أي مجموعة، عود نفسك، الفاي جزء من أي مجموعة. خش على اللي بعده. بقول لك دي جزئية، يعني دي هنا، دي هنا التلاتة اهي، يبقى الواحد هنا. هل الواحد ده هو 9؟ لا. هل الخمسة هي 9؟ لا. خلاص خرج ال9 من الموضوع. يبقى الاكس والواي هما الواحد وخمسة. الاكس والواي هما الواحد والخمسة. هو عاوز ايه؟ عاوز اكس زائد واي. اكس زائد واي يعني 1 زائد 5 6. بيقول لك إذا كانت A بيساوي 5 و7 فما عدد المجموعات الجزئية؟ عدد المجموعات الجزئية دي 2 أس N. 2 أس عددهم، بسم الله. 2 أس عددهم هم كام واحد؟ 2. يبقى 2 أس 2. و2 أس 2 يعني 2 في نفسها مرتين، يبقى الإجابة كام؟ 4. طب لو كانت كده 5 و7 و9، قلت لك 2 أس عددهم. عددهم كام واحد؟ 3. يعني 2 أس 3 يعني 2 في نفسها 3 مرات. 2 في 2 ب4، 2 في 4 ب8. السؤال ده سؤال ممتاز. عدد المجموعات الجزئية لأي مجموعة لا يمكن أن يساوي كام؟ أقول لك هو قال لا يمكن. طب أنا ما أعرفش. بص يا عم، عدد المجموعات دي يا إما 2 أس 1، يا إما 2 أس 2، يا إما 2 أس 3، يا إما 2 أس 4، يا إما 2 أس 5، يا إما 2 أس 6، يا إما 2 أس 7، يا إما 2 أس 8، يا إما حاجات كتير. 2 أس 1 يعني 2 ما تضربهاش في نفسها، سيبها هي مرة واحدة، سيبها. 2 أس 2 يعني 2 في 2 ب4. بص 2 كام دي؟ 4. 2 أس 3 يعني 2 في 2 في 2 آلة حاسبة. 2 أس 4 يعني 2 في 2 في 2 في 2 آلة حاسبة. 2 أس 5 يعني 2 في 2 في 2 في 2 5 مرات آلة حاسبة. 2 أس 6 في آلة حاسبة. 2 أس 7 في آلة حاسبة. 2 أس 8 في آلة حاسبة. يعني ممكن تبقى 16. أيوه ممكن تبقى 16. ممكن تبقى 64. أيوه. ممكن تبقى 128. أيوه. بس مش ممكن تبقى 36. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. سؤال ممتاز، سؤال عالمي، ركز فيه. سهل بس حلو. إذا كان عدد عناصر اتحاد B يساوي 5 عناصر، عدد عناصر الاتحاد 5 عناصر. عارف الاتحاد ده يعني ايه؟ يعني كله بدون تكرار. كلهم 5 عناصر، كلهم 5 عناصر. يبقى ايه لا يمكن ان تساوي 6؟ ازاي هم 5 والايه يبقى فيها 6؟ ما ينفعش. طالما هم كلهم 5 عناصر يبقى الايه ما ينفعش تبقى اكتر من 5. إذا كان عدد عناصر إيه التقاطع ب5 عناصر، تقاطع يعني المشترك بينهم 5 عناصر. المشترك يعني اللي هنا وهنا مشتركين 5. ماشي. يبقى الإيه لا يمكن أن تساوي كام؟ 4. الإيه ما ينفعش تساوي 4 ولا 3 ولا 2. إزاي يا أستاذ؟ مش المشترك بينهم 5؟
في 5 ارقام في الاي وفي نفس الوقت في بي، يعني 5 و A و B بينهم 5 ارقام مشتركه، 5 ارقام. ازاي بقى الاي يبقى فيها 4 ارقام؟ ما ينفعش، ده في 5 مشتركين، يبقى لا يمكن ان يساوي كام؟ 4. ندخل على اللي بعده، كاتب لي -5 -3 سالب في سالب بموجب -5 موجب 3. 5 كفار دخل عليهم 3 مسلمين، كده الكفار يكسبوا بزيادة كام؟ 2. يبقى الإجابة كفار هيكسبوا ب2. سالب في سالب بموجب 7 كفار دخل عليهم 1 مسلم، يبقى الكفار يكسبوا بزيادة 6. سالب في سالب بموجب 6 كفار دخل عليهم 1 مسلم، يبقى الكفار هيكسبوا بزيادة 5. طب تعالى نجمع الأول ولا نضرب؟ نضرب. سالب في سالب بموجب، سالب في سالب بموجب 5 في 3 ب15 زائد -4 موجب في سالب بسالب، يبقى 15 وموجب في سالب بسالب -4 15 ناقص 4 11. يبقى الإجابة كام؟ 11. بيقول لك الإيه بسالب 2 ماشي، والبي ب3 ماشي، عاوز مني A زائد B ناقص A في B. شوف كده عايز ايه؟ عايز A زائد B ناقص A في B. اقول له عينيا. A زائد B، A زائد B يعني دي زائد دي، يعني -2 زائد 3 ناقص A في B. A في B يعني دي في دي، يعني -2 في 3. في جوز كفار دخل عليهم 3 مسلمين، كده المسلمين يكسبوا بزيادة 1. وادي الناقص 2 في 3 ب6، 6 ولا -6؟ -6. سالب في سالب بموجب، وادي ال6 وادي ال1، 1 زائد 6 يبقى 7. خش على اللي بعده. بيقول لي البي بسالب 2، اوكي، والايه ب5. لا يا استاذ دي -5. يالا ما دول فايدتهم ايه؟ بيشيلوا السالب، يبقى دي بتشيل السالب، يعني الايه ب5. هو عاوز ايه؟ فما هي قيمة اي بي؟ مش انا قلت لك مرة ان فينا هوت علامة في، يعني دي ايه في بي، ايه في بي، ايه في بي، ايه في بي. -2 في 5 ب10 ولا -10؟ -10. يبقى الإجابة -10. بيقول لك البي بسالب 3 هي، والايه بسالب 4 ولا ب4؟ ليه؟ لأن القيمة المطلقة بتشيل السالب، يبقى الايه ب4. هو عاوز ايه؟ فما هي قيمة اي بي؟ فينا هو علامة في A في B، A في B، A في B. -3 في 4، 3 في 4 ب12 ولا -12؟ -12. هي بقى كل مرة. البي بسالب 1 والاي بسالب 9، ولا القيمة المطلقة هتخليها 9؟ القيمة المطلقة هتخليها 9. فما هي قيمة A B؟ فينا هو علامة في، يعني A في B، A في B يعني -1 في 9. 1 في 9 ب9 ولا -9؟ -9. باقي طرح 1 على 4 من 3 على 4، يبقى دي ناقص دي. 3 على 4 ناقص 1 على 4. ثبت ال4. 3 ناقص 1 2. 2 على 4. الفكرة بقى ان مفيش هنا 2 على 4. يا تمسك الآلة الحاسبة وتسألها 2 على 4 فيها كام، يا تقول لك نص. 2 على 4 فيها الايه؟ نص. يا اما تمسك الاتنين تقول لها انت كام في كام، هتقول لك انا 1 في 2. وتمسك ال4 تقول لها انت كام في كام، هتقول لك انا 2 في 2. ما هو 2 في 2 ب4. هتلاقي الاتنين طارت مع الاتنين، يبقى الإجابة نص. ما هو المعكوس الضربي؟ المعكوس الضربي يعني شقلب. بس اما تظبط لي دي الأول.
اظبطها ازاي؟ 4 في 2 ب8 و1 9، 9 على 2. اتفضل شقلب، يبقى 2 على 9. بقول لك أي مما يأتي يكافئ عملية الطرح. طب تعال نحسبها الأول. -5 -8 سالب في سالب بموجب، يبقى دي موجب. 5 كفار دخل عليهم 8 مسلمين، المسلمين يكسبوا بزيادة 3، يعني الناتج 3. الناتج كام؟ 3. طب يلا الإجابة هتكون ده. اشمعنى؟ عشان 8 ناقص 5 3، يبقى الإجابة بقى. باقي طرح 3 على 5 من 7 على 10. طرح يعني اطرح 7 على 10 ناقص 3 على 5. أستاذ مش أنت بتقول لي ثبت اللي تحت؟ دي مش هي دي، خليها هي ده. هي كام؟ 10. خلاص خلي دي 10. ازاي اخلي الخمسة 10؟ اضربها في 2. يبقى اضرب الخمسة في 2، بس لما تضربها في 2 تحت اضربها في 2 فوق. اضرب تحت وفوق، ما تضربش تحت بس ولا فوق بس، تحت وفوق. يبقى عشان اخلي الخمسة 10 اضربها في كام؟ في 2 تحت وفوق. 5 في 2 ب 10، 3 في 2 ب 6. خلاص يلا ثبت مين؟ ثبت ال10. و7 ناقص 6 1. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي ضع العدد ده في صورة A على B. طيب هو العدد ده 54 من 100؟ لا. هل ده هيبقى 54 على 100 ولا 54 على 99؟ 54 على 99. احسب بقى دي بالآلة الحاسبة، اكتبها على الآلة الحاسبة هتقول لك الإجابة 6 على 11. حتة سؤال ممتاز ممتاز. باقي طرح يعني دي ناقص دي. 8 على 7 ناقص -1 على 7. خلي بالك سالب في سالب بموجب. ثبت ال7 و8 زائد 1 9، يبقى الإجابة 9 على 7. ما هو المعكوس الضربي؟ كلمة معكوس ضربي يعني شقلب بعد ما تظبط. يلا ظبط. 7 في 2 ب14 و1 15 على 2. اتفضل شقلبها، يبقى الإجابة 2 على 15. سؤال جميل. بيقول لي ايه ناقص نص يساوي نص. عايز يعرف الايه بكام. ودي السالب نص موجب نص. اتفضل هنا ايه؟ نص زائد نص 1، او ثبت الاتنين. 1 زائد 1 2، 2 على 2 فيها يبقى الإجابة 1. دي فيها غلطة. ده الاختيار ده المفروض يبقى -7 على 6. دي فيها غلطة. ماشي يلا. بقول لك ايه زائد 7 على 6 يساوي 0. اعمل ايه يا استاذ؟ بص يا سيدي، عود نفسك في قاعده. العدد ومعكوسه الجمع يطلع 0. -2 موجب 2 يطلع 0. مش لو في جوز كفار وجوز مسلمين دخلوا على بعض هيموتوا بعض مش هيتفضل حد؟ -7 موجب 7 0. سالب حمار موجب حمار يطلع 0. -3 على 5 موجب 3 على 5 يطلع 0. اي عدد سالب جنبه العكس بتاعه موجب يطلع 0. طب ده موجب 7 على 6، فالمفروض ده يتبقى عكسه -7 على 6 عشان يطلع 0. التعبير الرياضي الذي يعبر عن طرح اكس من 1. طرح اكس من 1 دي اللي تتكتب الاول. 1 ناقص اكس. أي مما يلي حدان جبريان متشابهان. دي اكس ودي واي مش شبه بعض، دي ايه ودي بي مش شبه بعض. 3 واي و5 واي شبه بعض. أي مما يأتي يساوي 5 ايه. 5 ايه هي دي 5 ايه يا أستاذ؟ 3 ايه زود عليهم 2 ايه يبقوا 5 ايه. واحد يقول لي طب ما ده هي 5. أقول لك يا حمار دي 3 ايه بس دي ما فيهاش ايه ما ينفعش أجمعهم. واحد يقول لي طب ما ده هي 5. أقول لك يا حمار دي 2 ايه لكن دي ما فيهاش ايه ما ينفعش أجمعهم، لكن دي 3 ايه وكمان 2 ايه يبقوا 5 ايه. يبقى هي دي اللي صح. واحد تعب والله تعب. ما المعادلة المناسبة لإيجاد طول ضلع مثلث متساوي الأضلاع محيطه 12؟ مثلث متساوي الأضلاع محيطه 12؟ أجيبها إزاي دي يا أستاذ؟ هو المثلث المتساوي الأضلاع ليه كام ضلع؟ 3. ليه كام ضلع؟ 3. التلاتة دول محيطهم 12. 3 أضلاع محيطهم 12. 3 أضلاع محيطهم 12 3 أضلاع محيطهم 12. خلاص؟
ما الصيغة الرياضية التي تعبر عن المساحة لمتوازي أضلاع طول قاعدته L وارتفاعه H؟ مساحة مين؟ مساحة متوازي الأضلاع. عارف المساحة بتاعة المتوازي قانونها إيه؟ القاعدة في الارتفاع. القاعدة في الإيه؟ في الارتفاع. القاعدة في الارتفاع. القاعدة ال في الارتفاع اتش، يبقى ال في اتش. ال في اتش هي دي ال في اتش؟ لا دي ال زائد اتش. هي دي ال في اتش؟ لا دي ال على اتش. هي دي ال في اتش؟ دي نص ال اتش. هي دي ال في اتش ما انا قلت لك مره ان في هو علامه في بدا ال في اتش، يبقى ايه بيساوي ال في اتش. الله اكبر الله اكبر. الفجر بيأذن يا شباب، هصلي الفجر وارجع لكم. ورجعنا لكم تاني يا شباب، يلا بينا نكمل. بيقول لي ما التعبير الرياضي الذي يعبر عن طرح سالب 2 من اكس؟ قلنا دي اللي هتتكتب الاول اكس طرح، يعني هنحط ناقص العدد ده وسالب في سالب بموجب، يبقى الاجابه اكس زائد 2 اللي هي د. بيقول لك ما المتباينة التي تعبر عن أن الطول n سنتيمتر المناسب لاختيار شخص لممارسة إحدى الألعاب الرياضية يجب أن لا يقل عن 180؟ لا يقل. يقل دي يعني أصغر، لا يقل يعني عكسها بقى أكبر. أكبر يبقى x أكبر من 180. بس هو قال لك لا يقل لازم نحط يساوي، يبقى x أكبر أو يساوي 180. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني أنا قلت لك دلوقتي اختار لي حد طوله ما يقلش عن 180، ما يقلش عن 180. لو جالك واحد 170 مش هتختاره، 150 مش هتختاره، 160 مش هتختاره. طب لو جالك واحد 190 هتختاره. طب لو جالك واحد 180 هتختاره، لان انا قلت لك ما يقلش عن ال 180، يبقى ال 180 ينفع، يبقى اكبر او يساوي. هو قال لك لا يقل عن 180. احنا عندنا ثلاث حاجات، واحده اكبر، واحده اصغر، وواحده يساوي. هو قال لك لا يقل يعني ما يصغرش عن ال 180، يبقى يا اما اكبر يا اما يساوي، يبقى الاجابه اكس اكبر او يساوي 180. اكس ان هنا بقى هي رمزها ان، مفيش اكس رمزها ان، يبقى ان اكبر او يساوي 180. السؤال اللي بعده بيقول لي سالب 2 ان زائد 3 وكاتب قوس ان ناقص 1. بص يا سيدي، سيب السالب 2 ان زي ما هي. بقول لك قبل القوس بيبقى فيه نوع علامه فيه، علامه فيه 3 في ان، 3 ان ناقص 3 في الواحد ب3 في جوز كفار دخل عليهم 3 مسلمين، اتفضل واحد مسلم، يبقى ان واحده وجنبها سالب 3. اقول لك اختصر لابسط صوره، خد الاكسات مع الاكسات، 6 اكسات نقص منهم 4 اكسات، اتفضل جوز اكسات. في 15 كافر دخلوا على 24 مسلم، اكيد المسلم هيكسب. هيكسبوا بزياده كام؟ اطرحهم وانت تعرف. هيكسبوا بزياده 9، يبقى الاجابه بزياده 9. عبر عن كل مما ياتي بصوره رياضيه. 5 امثال العدد x مضاف اليه 3 مضاف اليه 3 امثال عدد y. 5 امثال العدد x يعني 5x مضاف اليه يعني زائد 3 امثال العدد y يعني 3y، يبقى الاجابه 5x زائد 3y. السؤال ده زي اللي فات، لافته مكتوب عليها السرعه x لا تزيد عن 100 كيلو. مش احنا عندنا حاجات اكبر وحاجات اصغر وحاجات يساوي؟ هو قال لك لا تزيد، ما تزيدش ما تزيدش، ما تكبرش ما تكبرش، ما تزيدش. مش عايزها تبقى زياده، انا عايزها تكون يا اصغر يا يساوي، يبقى اكس اصغر او يساوي 100، يبقى الاجابه اكس اصغر او يساوي 100. نصف العدد اكس، يبقى اكس ولا نص اكس؟ نص اكس مضاف اليه 3 زائد 3 يساوي 8. مساحة المستطيل إذا كان الطول إكس والعرض واي. عايز أقول لك إن مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. الطول في الإيه؟ في العرض. الطول اسمه إيه؟ إكس والعرض واي، يبقى الإجابة إكس في واي. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي اوجد التعبير الرياضي الذي يعبر عن محيط المستطيل في أبسط صورة. محيط المستطيل بيساوي إيه؟ الطول زائد العرض في 2. محيط المستطيل بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض في 2. الطول زائد العرض، كل دول بقى
في 2. طيب هي الاكس بكام والواي بكام؟ الاكس ب4، الاكس ده ب4، 4 زائد 1 5. هي الواي ده هي بكام؟ الواي ب2 وفي نوع علامة فيه. الواي ب2 يعني 2 في 3 ب6. كل ده في 2. 5 زائد 6 11 في 2. و2 في 11 ب 22 سنتي. آخر سؤال في الحصة، يا رب يا مسهل الحال. بقول لك اكتب الصيغة الرياضية التي تعبر عن المساحة، مساحة المثلث. طب احنا عارفين مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة، أولا المساحة رمزها ايه؟ بقول له ايه بيساوي نص القاعدة، نص الستة 3 في الارتفاع اللي هو 2 اكس زائد 1. 3 فيه. هي الاكس بكام؟ الاكس بواحد، فينا هو علامة فيه، والاكس ده بواحد، واتنين فيه واحد باتنين زائد واحد يبقى 3. 3 في 3 ب9 سنتيمتر مربع. يبقى احنا كده انتهينا من حصة النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتم ويا رب يوفقكم يا رب. اهم حاجة تحل بايدك، اهم حاجة بعد ما تتفرج حل بايدك وطلع النواتج صح. الرياضة حل مش فرجة ولا استماع. ربنا يوفقكم، ربنا معكم، السلام عليكم.